احنا كبنات لما الواحدة فينا بتحب او بتبقى في علاقة مرتبطة بحد بتحبه قوي، اكتر حاجة ممكن تخاف منها او تبقى مشايلاها الهم طول ما هي في العلاقة دي هي حاجتين: يا اما ان حبيبها يخونها، او انه تيجي في يوم تلاقيه مش عايز يكمل معاها وعايز يسيبها. وفي الحالتين بتكتئب وبتنهار وبتتضايق وممكن تقطع اكل وشرب، وممكن تقطع شرايينها، حتى ممكن تعمل اي حاجة عشان خاطر يرجع لها، او تعمل اي حاجة عشان خاطر تندمه انه سابها. في الفيديو ده انا هقول لكم على 10 طرق مشروعة للانتقام من حبيبك القديم. اول خطوة، وقبل ما تعملي اول خطوة عايزة اقولك انه انت من حقك او الطبيعي ان في المرحلة دي بعد ما بتبقي في علاقة وحبيبك بيسيبك، طبيعي انك تكتئبي وتنهاري وتزعلي وتعيطي. اعملي كل اللي انت عايزاه، عيطي براحتك جدا، اكتئبي وعيطي واقفلي على نفسك وما تكلميش حد، خرجي كل طاقة الزعل والحزن اللي جواكي. بس بعد ما تخلصي كل ده قومي اغسلي وشك، قومي اغسلي وشك وحطي ميك اب. اوعي 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 تخليه يحس ولو لحظة انك زعلانة او متضايقة. تاني خطوة بقى، وناس كتير قوي ممكن تهاجمني في اللي انا هقوله ده، بس دي حقيقة فعلا: خليه يشوفك مع حد احسن منه، او خليه يحس ان في حد في حياتك. خليه يبدا يغير، خليه ياكل في نفسه كده، حتى لو بالتمثيل. على فكره مش شرط، انا ما بقولكيش دخلي حد حياتك او خليكي مع حد بجد، لا خالص، بس مثلي ان في حد في حياتك. شيري مثلا اغاني حب، اوهميه انك عايشه قصه حب جديده، اوهميه ان في حد في حياتك. خطوه رقم 3، ودي خطوة مهمة جدا جدا جدا، لانه بنات كتير قوي بتفضل قاعدة مستنية ان هو يكلمها، واول ما بيكلمها ولا بيرن عليها ولا بيبعت لها اي مسج بتجري فورا ترد عليه، بتجري فورا كأنها ما صدقت وقاعدة مستنياه. خطوة رقم 3 هي التجاهل التام. يعني حتى لو انت شفتيه بالصدفة في مكان، عينك جت في عينه، بصي الناحية التانية وكأنك ما خدتيش بالك، اعملي مش شايفاه. خليه يحس ان هو هوا بالنسبه لك، مش موجود. لو كلمك ما ترديش، ولو عايزه تردي ما ترديش بسرعه. لو بعتلك مسج اقعدي فتره على ما تشوفيها، اقعدي فتره على ما تردي عليها وما ترديش. عدم الرد هيخليه صدقيني يلف حوالين نفسه، هيخليه يصر اكتر على انه يكلمك. عارفه لو رديتي هيرتاح. خطوه رقم 4، طبعا انتوا طبيعي بما انكم كنتوا في علاقه ان في بينكم كومن فريندز كتير او اصدقاء مشتركين، يعني ناس يعرفوكي ويعرفوا صحاب ما بينكم، ناس بيقابلوكي وبيقابلوا انتوا سبتوا بعض بس لسه ليكي صحاب يعرفوه. فالخطوه دي مهمه جدا جدا. لما تقابلي اي حد من صحابه او من الصحاب المشتركين، اوعي تجيبي سيرته، اوعي تجيبي سيرته ولا تسالي عليه، وحتى لو هم جابوا سيرته ما تتكلميش في الموضوع، ما تاخديش وتدي. خليهم يحسوا ان انتي مبسوطه وان انتي مش فارق معاكي. ما تتكلميش عليه ابدا، ولا تخليهم يحسوا ان انتي متضايقه، خليهم يحسوا ان انتي عادي، مش متضايقه، وحياتك وكانت مرحله وخلصت، وحياتك ماشيه ما فيهاش اي مشاكل. لان خدي بالك اي حاجه هتعمليها هم يروحوا يقولوا له، ولو هو عرف من اي حد ان انتي في الوقت ده متضايقه، او ان انتي مثلا هو وحشك، ان انتي مثلا محتاجه تشوفيه، او محتاجه تسمعي صوته، او مستغربه ان هو ما بيكلمكيش، هيروحوا يقولوا له، وساعتها ناره هتبرد وهيرتاح. خطوه رقم 5 بقى، اللالا لاند. يعني ايه اللالا لاند؟ يعني التجاهل التام. احنا قلناها قبل كده وهرجع اقولها لك تاني. لو حاول يستفزك هو هيبقى في الوقت ده دايما بيحاول يعمل اي حاجه تستفزك، اي حاجه تخليكي تغيري، اي حاجه تخليكي دمك يتحرق فتاخدي اكشن. اول ما هتاخدي الاكشن هيرتاح. ففي الخطوه دي عايزه اقولك انك لازم تتعاملي كتلاجة. تلاجة، اي حاجه ممكن حد يوصلها لك. على فكره ممكن يحاول يوصل لك مسجات غير مباشره مع صحابك اللي انا قلت لك عليهم، ممكن هيوصلوا له. فاي مسج اي حد يوصلها لك، دخل في علاقه، ارتبط، كان خارج مع واحده، كان بيكلم واحده، عامل لاف ولا لايك لواحده، منزل صوره مع واحده، اي حاجه من الحاجات دي، اياكي تروحي تلوميه، اياكي تكلميه وتقولي له ازاي تعمل كده، اياكي تاخدي اي اكشن او اي رد فعل.
بمجرد ما هتعملي كده هيعرف ان هو لسه في بالك، وان انت لسه بتحبيه، وان انت لسه عايزاه، وان انت لسه بتغيري عليه، وهيرتاح وهيبقى عارف ان وقت ما يحب يرجعك هيعرف ازاي يرجعك. واحنا في الوقت ده احنا بنحاول نندمه، فما ينفعش نريحه. رقم 6 زي ما قلنا الستوريز يا جماعة. الستوريز دي حاجة مهمة قوي 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 قوي، الصور الكتير والبوستس الجميلة المتفائلة والحب. نزلي ستوريز على قد ما تقدري، اخرجي واتبسطي حتى لو انتي مش عايزة. روحي اماكن جديدة، قابلي ناس جديدة، انزلي الجيم، روحي شغل، تصوري في الشغل، اعملي اي حاجة تأكد على ان حياتك ماشية حتى لو هي مش ماشية. اعملي كل حاجة واي حاجة تقدري بيها توصلي له مسجز غير مباشرة على انك مبسوطة في حياتك. الستوريز مهمة جدا، الصور مهمة جدا، اللمة والصحاب والضحكة اللي من هنا لهنا دي مهمة جدا. خليه يشوفك طول الوقت مبسوطة وحلوة جميلة، مش مكتئبة، ما يشوفكيش حزينة ومعيطة. اوعي تحطي اي بوست كئيب، اوعي تحطي اي بوست حزين، اوعي تكتبي اي حاجه فيها الانفصال واللي جرحني واللي هجرني ومش عارف ايه والكلام اللي كلنا بنبقى عايزين نعمله ده. بس دي اكبر غلطه ممكن تعمليها في الوقت ده. الخطوه اللي بعد كده هي انك تبداي تعملي نفس الحاجات اللي كنتوا بتعملوها سوا بس مع حد تاني. مش شرط راجل خالص، ممكن تبقى مع صحباتك البنات، ممكن يبقى مع اهلك، ممكن يبقى مع نفسك. يعني مثلا لو في الوان معينه بيحبها عليكي البسيها، لو في حاجات معينه كان بيحبك تعمليها خليه يشوف ان انت بتعمليها. لو مثلا كان كتير بيقعد يقولك روحي الجيم واهتمي بجسمك واهتمي بصحتك مثلا، خليه يشوفك وانت بتعملي ده. لو كان مثلا بيقولك اعملي كذا في شغلك واعملي كذا، خليه يشوفك بتنجحي في شغلك وبتهتمي بنفسك. لو مثلا كان في اماكن بتحبوها وبتروحوها سوا، خليه يشوفك في نفس الاماكن مع اصحابك، في نفس اللي هو انت كسرتي حاجز انك مش قادره تروحي الاماكن اللي كنتوا بتروحوها سوا. اكسري الحاجز ده، خليه يحس انك كسرتي كل الحواجز اللي بينكم. ما بقاش في جواكي حاجه نفسيه بتمنعك انك تروحي نفس الشوارع، انك تقعدي في نفس الاماكن، انك تعملي نفس الحاجات. خلي نار الغيره دايما شغاله جواه. هي ازاي بتعمل نفس الحاجات اللي احنا كنا بنعملها سوا بس مع حد تاني؟ سافري لو كنتوا بتسافروا، اخرجي لو كنتوا بتخرجوا، ذاكري لو كنتوا بتذاكروا، اشتغلي لو كنتوا بتشتغلوا. اي حاجه كنتوا متعودين تعملوها سوا، حتى لو بتشربوا كوبايه قهوه اشربيها مع اصحابك وخليه يشوف ده. ستوريز زي ما قلنا، ستوريز كتير، كل حاجه عايزه توصليها مسجز، حتى لو هو مش هو اللي هيشوفها على فكره. يعني حتى لو انت مثلا بعد ما سابك او كده عملتي له بلوكات وهو مش هيشوف، هيوصل له وهيعرف. الصحاب الكومن هيقولوا له، هيدخل من اكونت تاني خالص يبص، هيقعد يستوك بقى، هيقعد يدور وراكي، هيقعد يشوف الاكونتس بتاعتك، هيقعد يشوف الصور، طب هي ارتبطت، طب هي ما ارتبطتش، طب هي مبسوطه، طب هي متضايقه. هيحاول يكلم حد من الناس اللي بينكم، خصوصا لما يكون مش عارف يوصلك ولا عارف يعرف عنك حاجه. يعني هو مش عارف يعرف عنك حاجه فهيفضل يدور. صدقيني صدقيني فضوله هياكله جدا، لانه يعرف انت عامله ايه بعد ما سابك. اوعي تريحي. خطوه رقم 8، اوعي 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 ما تهتميش بنفسك. خليكي طول الوقت انيقه وجميله وشكلك حلو، البسي وحطي ميك اب واخرجي، البسي احلى حاجات عندك وتصوري، حتى لو هتنزلي تحت البيت تتصوري وتطلعي. خليكي طول الوقت يشوفك حلوه، خليه يحس ان هو ضيع حاجه كبيره وحلوه قوي من ايده. هو عموما البنات بعد الفركشه بتحلو، وده سبب من الاسباب، لانها بتبقى عايزه تندمه على انه سابها. فدي خطوه مهمه جدا 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 في انك ازاي تندميه على انه سابك. انك تهتمي جدا بنفسك، اهتمي بوزنك، حاولي تخسي لو انتي مليانه، اهتمي ببشرتك، حاولي تعملي ماسكات، اهتمي بشعرك لو انتي مش محجبه. حاولي دايما تحافظي، اشتري لبس جديد كتير، البسي لبس حلو. اهتمي دايما بان شكلك يبقى تبقى عارفين اللي بيقولوا لابسه اللي على الحبل. خليكي طول الوقت حلوه وجميله في نظر كل الناس. ده هينعكس عليكي على فكره. لو انت مثلا فكره ان هو سابك خلى ثقتك بنفسك تقل، فثقتك بنفسك هتزيد، هتبدا تحسي ان انت ايه ده،
انت حلوه، انت تستاهلي اصلا حد احسن منه. يمكن في الاخر بعد ما تعملي كل ده تحسي ان انت اصلا مش عايزاه وان هو مش فارق معاكي. فدي خطوه رقم 8. طيب خطوه رقم 9 بقى، دي حاجه يمكن المفروض تبقى اول واهم خطوه، هي انك تدعي ربنا بقى كتير قوي 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 قوي، انك تقربي من ربنا. والله العظيم ما بقول كلام وخلاص. حاولي دايما تبقى علاقتك بربنا حلوه. لما تحسي ان انت محتاجاه يقف جنبك، محتاجاه يقويكي، محتاجاه يساعدك اصلا على انك تعملي كل ده. انا عارفه ان كل اللي انا بقوله ده مش سهل. فكره انك تبقي متضايقه وبتعيطي ومكتئبه وما عندكيش نفس تعملي حاجه، وتقومي تلبسي وتخرجي وتحطي ميك اب وتلبسي لبس حلو، او تروحي الجيم، او تقابلي صحابك، او تنزلي، او تعملي اي حاجه، دي حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا. فادعي ربنا طول الوقت على انه يقويكي. ادعي ربنا على انه ما يخليكيش تفضلي ضعيفه، على انك بسرعه تقدري تقومي من اللي انت فيه. اقعدي بالليل مع نفسك كده، كلمي ربنا، كلمي ربنا، هترتاحي، هتلاقيكي من جوه صافيه قوي وهاديه قوي. هتلاقيه فعلا 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 وانتي بتدعيه بيرد عليكي في ساعتها، بيرد عليكي وبيستجيب. هيطمنك وهيريحك وهيأكد لك ان انتي هتعرفي تجيبي حقك، او ان هو هيجيب لك حقك اصلا. بس اللي انا بقوله دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، لازم تعمليها بعد الفركشه او بعد ما حبيبك يسيبك، عشان يندم على انه سابك، ما يقولش الحمد لله اهي غارت. واخر خطوه بعد ما عملنا كل الخطوات اللي فاتوا التسعه، وزمانه دلوقتي غيران وتعبان وبيفكر ومش مصدق، متضايق، حاسس ان انت دخلتي في علاقه تانية، شايفك حلويتي، حاسه ان انت مش فارق معاكي. حاجات كتير قوي عملناها في التسع خطوات اللي فاتوا، ودلوقتي وقت الحسم. دلوقتي لازم تقعدي مع نفسك وتفكري، هل انت بعد كل ده انت عايزه ترجعي له؟ انت بتعملي اصلا كل ده عشان خاطر يندم انه سابك ويبقى عايز يرجع لك عشان ترجعي له، ولا عشان تبقي خدتي حقك وارتحتي وبقيتي حاسه ان هو حاسس بقيمتك حتى بعد ما سابك، تشفي نفسك نفسيا يعني؟ هل انت عايزه ترجعي ولا عايزه ترتاحي؟ طيب لو انت عايزه ترتاحي فصدقيني صدقيني بعد التسع خطوات دول هترتاحي. هترتاحي طول ما انت حاسه ان هو عمال يدور عليكي ومش لاقيكي، طول ما انت حاسه ان هو ندمان ونفسه يرجع لك ومش عارف، لان انت في الخطوه دي هتكوني خلاص ما بقيتيش عايزاه. طيب لو انت لسه عايزاه، يبقى في الحاله دي هتبداي بقى بعد ما كنا ما بنردش على المسجات وما بنردش على المكالمات وبنشوفه بنتجاهله وكل الحاجات دي، هنبدا نرد. والمفروض تقعدي معاه وتبداي تتكلمي وتبداي تفهميه. اختلفت جدا الاراء في اني اقول له ان انا كنت بعمل كل ده عشان خاطر اضايقه، ولا ما اقولوش واسيبه يتجنن. لا هقول لك، في حاجات ممكن ما تقوليهاش، وفي حاجات لازم تقوليها. زي ايه مثلا؟ زي انك ما كنتيش في علاقه ولا حاجه، زي انك تحاولي توضحي له من غير ما تحسي ان انت كنتي بتعملي ده عمدا، يعني من غير ما تقولي له ده انا عملت كده عشان تحس كده، لا، بس تقولي له ايه ده، لا ده ما كانش في حاجه، ده انا كنت بعمل شير لاغاني رومانسيه عادي، اغنيه حبيتها، لا ده انا كنت خارجه مع اصحابي عادي، انت ازاي شكيت ان الفلان كان ممكن يكون في بينا حاجه مثلا. عشان لو انت ما عملتيش كده وفضل شاكك ان انت كان في حد دخل حياتك، هيفضل طول الوقت شاكك فيكي، لان انت خلاص دخلتي الشك جوه قلبه وخليتيه يبدا يكلم نفسه. فلازم ترجعي تصلحي ده وتعرفيه ان انت ما عملتيش كده وان ده ما حصلش. لكن لو انت قلتي له انا عملت كل ده عشان اضايقك وعشان اخليك ترجع لي، ممكن في الحاله دي يتضايق ويسيبك، وممكن يحس انه كل اللي كان شاغل باله بيه ده ما بقاش موجود، فناره تبرد فما يبقاش عايز. فاحنا لازم نكون محسسينه ان احنا اقوياء، مش ضعفة. يوم ما هيسيبني مش هنهار، فمش هيبقى طول الوقت محسسني ان انا ممكن اسيبك في اي وقت، لان انت عارف ان انت مش هتفرق معايا. يحس ان انت قوية وان انت قادرة، وتبدأي بقى في الوقت ده تحطي شروطك. انا هرجع بس بشروطي، مش هتعمل كذا او مش هتعمل كذا، العلاقه بينا هيبقى شكلها كذا. صدقيني صدقيني صدقيني، لان هو في الوقت ده هيبقى عايز يرجع لك جدا، وبعد فتره طويله جدا مش عارف يوصل لك، هيبدا يوافق على اي حاجه انت هتقوليها، لان هو عايزك ترجعي له. هو دلوقتي مش مصدق ان هو اتساب، ان هو بعد ما سابك وكان متخيل ان انت هتنهاري، انت ما بقيتيش منهاره. فدول ال10 خطوات اللي انت المفروض تعمليهم لما حبيبك يسيبك وتبقي عايزه تندميه.